كلاسيكو الرجاء البيضاوي والجيش الملكي يعود من جديد. النسور الذين تعادلوا مع الفريق العسكري دون أهداف في شطر الذهاب يستعدون في مركب الوزيز لمباراة هي قمة الدورة 17. قدمنا مسارا جيدا خلال شطر الذهاب وفزنا في مجموعة من المباريات، فبعد العرض الجيد الذي قدمناه أمام المغرب الفاسي الأفضل محليا، نعلم أن فريق الجيش الملكي يظل فريقا صعبا كلما حل بالبيضاء، وسنعمل على تحقيق الانتصار. الفريق الأخضر تعادل مع المغرب الفاسي في الدورة السابقة، وطموحه الآن الظفر ب3 نقاط تقربه من الفتح الرباطي المتزاحم. انه ماشي مقابله سهله، لانه الفرق اللي شفتو في المقابله اللي بين على الكونتر الحسنيه كانوا مزيانين، دي ريكريتمون اللي داروا مزيانين. بيان سور الجيش يعني نقولوا فاق من واحد الفتره اللي كان فيها ديال السبات، اذا المقابله تكون صعيبه. نتمنوا بانه ان شاء الله تكون فيها 3 بوين المهمه دابور، وما تبقى غادي نجريوه هذيك الساعه في المقابله ان شاء الله. مكونات الفريق الأخضر تعي جيدا صعوبة المواجهة. المنافس ضم في صفوفه خيرة اللاعبين، وهو الآن يعود من بعيد لتقديم نفسه بقوة. السبت المقبل موعد مثير، مباراة قوية وقمة سيحتضنها ملعب مركب محمد الخامس. الرجاء في بحث عن تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، والجيش الملكي الساعي لتكريس استفاقته الأخيرة والعودة بقوة في شطر ثاني يخفي بين طياته الكثير.